السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنودع 2024 علشان نستقبل سنة جديدة إن شاء الله. وطبعا جرت العادة إن إحنا بنرجع ونراجع أهم الأحداث اللي حصلت في السنة اللي إحنا بنودعها. بالنسبة للفيديو هنا طبعا هتبقى الأحداث الفنية والموسيقية الغنائية يعني. نشوف أو نفتكر إيه أكتر الأغاني اللي سمعناها في 2024، سواء كانت اغاني انتاج 2024 او اغاني قديمه بس طلعت ترند في 2024. معانا اغنيه قديمه لام كلثوم، فعايزين نعمل بلاي ليست كده للاغاني دي بلاي ليست انا لما اسمعها هفتكر 2024. في نفس الوقت عايزين نتكلم عن اهم الاحداث والترندات بقى اللي حصلت، اللي هي ليها علاقه بالتصريحات ومش عارف الفنان عمرو مصطفى قال ايه، والفنان ويجز والفنان رامي صبري، ومين هي صوت مصر، والترندات اللي هي ايه كانت بتطلع فجأة دي، لا انت عارف مين صاحبها ولا انت عارف رسيت على ايه في الاخر ولا انت عارف الكلام رايح فين وجاي منين. في الاخر بقى انا عندي عايز اقول افضل تراك سمعته في 2024. وهو تراك حتى مش شرقي، تراك غربي بس يعني بالنسبة لي عبقري واستثنائي. هقوله في الاخر. هبدأ دلوقتي بالاغاني واغاني 2024، الاغاني اللي تم انتاجها في 2024 هقولها بالتسلسل من المركز الاخير للمركز الاول. اخر مركز معايا هو اغنية هيجيلي موجوع، رغم انها الاشهر والاكثر مشاهدة واستماع وتفاعل ونجاح وكل حاجة، لكن انا سمعتها، عملت عنها فيديو، خلاص علاقتي بيها انتهت، حتى مش فاكر قلت ايه عنها في الفيديو، مش ما افتكرش ان انا هرجع لها تاني. ف هي يعني مقحمه معايا في البلاي ليست غصب عني عشان ارقامها المرعبه ما قدرتش اتجاهلها وتفاعل الناس معاها. فتبقى المركز الاخير. هيجيلي موجوع دموع في عينه تعبان. الاغنيه اللي بعدها هي اغنيه بتمثل الجانب او الستايل الشعبي او المهرجانات او ايا كان نسميه. ولكن كنت محتار ما بين 3 اغاني. في اغنيه اللي هي قنبله الجيل اللي بتلعب على الشيل اللي هي حسن شاكوش. في اغنيه رضا البحراوي على الدغري، بس على الدغري وبالرجوله حسيت ان اللحن بتاعها استنساخ من اغنيه قديمه اللي هي ناس مني ومن دمي محدش فيهم شال همي، فحسيت لحنها مش جديد، الاولانيه اصلا احسن. فسبت الاتنين دول من الاخر واخترت اغنيه برضو عم المجال كله، بتاعت الليسي اللي بعني براحته تيرا كان بتاع مصلحته. يعني اغنيه حلوه لذيذه، تفهمهاش هي شعبي ولا مهرجانات، هي رايحه للشعبي اكتر، وفي نفس الوقت تفاعل وارقام وبتتسمع كتير وناجحه على ارض الواقع، فاعتقد انها تستحق هذا النجاح. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. بعد كده الفنان رامي صبري باغنيتين، هختار منهم واحدة بس. انا كنت محتار ما بين اغنيتين كنت شايفهم هما اكتر اغنيتين اندر ريتد السنة كلها. اغنية اسمها ليه غلاوة عندي، هما الاتنين ليه غلاوة عندي والنجومية من الالبوم الاولاني، هو عمل البومين السنة دي. فما كنت محتار بس اخترت النجومية، لان اغنية غريبة، لحنها سريع، كلامها سريع، مزيكتها سريعة، فهي اغنية مختلفة لايقة قوي على 2024. وفي نجومية في طريقة من اللي هي لما شفتها تيراريرا ترارم، حلوة. في نجومية في طريقة من اللي هي لما شفت الضحكة دي قلت لا. بعد كده الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بتمنى انساك. انا شايف ان هي افضل اغنيه من اغانيها المتسربه، هي نجحت وكسرت الدنيا باغاني كلها متسربه. ده حاجه استثنائيه وغريبه بس ما تخصنيش، انا اللي يخصني المنتج نفسه سواء متسرب او مش متسرب، المهم انه وصلني. فكانت اعتقد الافضل حتى والاكثر نجاحا واثاره للجدل كمان بتمنى انساك، عشان الناس قالت دي اغنيه واقعيه ليها علاقه بمعاناتها الحقيقيه في الدنيا. بعد كده خلاص فاضل اغنيتين. المركز التاني اغنية عمرو دياب. هو عمرو دياب عمل ألبوم رائع، اعتقد هو الافضل في 2024. هو تم انتاجه في 2023 بس في اخر ديسمبر، فاحنا خلاص يعني سمعناه في 2024. ان كان انا عملت عنه فيديو مش فاكر قلت ايه، بس اللي فاكره ان كانت افضل اغنية عجباني ساعتها اغنية يا قمر. وانا لسه عند كلامي وتاخد المركز التاني معايا في البلاي ليست. لحن ديابي، هو كان لحن عمرو دياب، ففي الستايل والروح بتاعت عمرو دياب بس في نفس الوقت بكلمات مصطفى حدوتة. فالميكس ده عامل حاجة مختلفة، وكان في معنى في الكلمات على فكرة انا ما كنتش واخد بالي منه، خدت بالي منه
بعد كده ما كنتش واخد بالي منه وانا بعمل الفيديو بتاع الالبوم، ان هو لو كان في 4 منك احب 4 مرات، ولو كان في 6 منك فاموت انا في الستات. فالمعنى ده يخوف، ان لو في 4 منك فانا احب 4 مرات عادي. فانا ايه اللي هيمنعني ان انا احب 4 مرات؟ ان انت مفيش زيك ولا واحدة، انت نسخة واحدة مش زي اي واحدة. يعني قصد اقول انه انا عادي الكونسبت بتاع ان انا احب 4 مرات ما عنديش فيه مشكلة، بس انت مفيش زيك غير واحدة، هو ده اللي مانعني. مش ان انا ضد هذا المبدأ، لا انا مع المبدأ، انا احب 4 مرات واموت انا في الستات، بس مش هلاقي زيك تاني، فخلاص انا مضطر يا عيني غصب عني ان انا احبك انت فقط. فالمعنى ده يخوف شوية. طبعا هو هزار، هو افيه يعني، بس ايه، ده اللي انا خدت بالي منه بعد كده. بعد ما عملت الفيديو ما كنتش واخد بالي، ولا يمكن اكون خدت بالي وقلت في الفيديو، انا مش فاكر انا قلت في الفيديو اصلا. يا حبيبتي ده انتي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة. بعد كده بقى اخر اغنية، وهي بقى المركز الاول، وهي افضل اغنية اعتقد هذه السنة، هي اغنية انا من غيرك لبهاء سلطان. وانا عملت عنها فيديو، بس ده كان فيديو قريب، فانا فاكر شوية ان انا قلت انه من احسن الحاجات في الاغنيه توافق العناصر مع بعض، صوت بقى سلطان مع ستايل اللحن مع المزيكا مع الكلمات، كله لايق على بعضه، فعامل لك ملحمه مع الفيلم كمان. اللي دخل بقى الفيلم وعجبه فهيستمتع جدا بهذه التجربه. وممكن في البلاي ليست بتاعت الاغاني اضيف موسيقى مسلسل، تبقى موسيقى تصويريه يعني، بحيث ان احنا نبقى غطينا اكبر قدر من الاحداث الموسيقيه. موسيقى مسلسل العتاوله نجحت وكسرت الدنيا، وتصلح ان انت تسمعها لوحدها بعيدا عن المسلسل. موسيقى حلوه يعني، لذيذه جديده. ده كده الاغاني اللي تم انتاجها في 2024. بس طبعا مش دي بس الاغاني اللي سمعناها، في اغاني تانية يمكن سمعناها اكتر من الاغاني بتاعت 2024، بس هي اغاني قديمه وطلعت ترند السنه دي. فهقولها كده بدون ترتيب بقى. هبدأ بأكتر ترند مستفز بالنسبة لي، أغنية الأنغام. هو الفيديو المستفز في الفيديو إيه؟ الفيديوهات بقى تيك توك، إنه يجيب لك حتة من حفلة لأنغام، طبعا فنانة كبيرة، ويجيبها بتتمايل على موسيقى الفرقة بتلعبها. بص بقى الجملة المستفزة اللي بتتكتب: تظن أنك نجوت فيهزمك تمايل أنغام. يعني انا فاكر ان انا خلاص كده عديت، فلاقي فجأة تمايل انغام اتهزم تاني. ما اعرفش بقى تمايل ايه، ونتيجة مكسب ايه، وخسارة هزيمة ايه، وهبل ايه يعني. اصلا مع كامل احترامي للفنانة انغام، هو الفيديو حلاوته مش في تمايل انغام اصلا، ما تكونش الانغام من الفيديو. هو الفيديو حلاوته في سولو المزيكا اللي بيتلعب، وفي اداء الفرقة، ان كل واحد بيلعبه بطريقة مختلفة فبيعلوا على بعض فبيسمعوك مزيكا. يعني الفيديو مش انغام اصلا، مش بتاع انغام اصلا. او يجيب لك نفس الفيديو بنفس المزيكا، بس انغام تقريبا تعبت فما بتتميلش في قاعده، بس بتتمزج كده، فيقول لك شاهد وهي انغام بتتمزج من الفرقه، فقال يعني ايه، شاهد احترام انغام لفرقتها ان هي بتتمزج وبتحريم. طب ما انت ليه مفترض انها المفروض ما تحترمش فرقتها؟ يعني ما طبيعي، يعني طبيعي تبقى مقدره الموضوع، وطبيعي يبقى ليها رد فعل يعني مش لازم اي محن وخلاص. من الاخر ده اللي انا عايز اقوله. في اغنيتين هو اللي انا شفت معاهم الكلام ده، واحده فيهم اللي هي اغنيه يا ريتك فاهمني، وواحده تانية بقى ده اللي عجبتني، دي الاغنيه اللي انا هضيفها في البلاي ليست، اسمها هتمنى له الخير. برضو السولو بتاعها حلو قوي، وانا ما كنتش عارف بقى الاغنيه، هو السولو عرفني بالاغنيه، فرجعت اسمع الاغنيه اكتشفت انها اغنيه عظيمه وسمعتها كتير السنه دي. فعشان كده هتكون معانا من الحاجات اللي طلعت ترند السنه دي، وهي مش انتاج السنه دي. هتمنى له الخير. في حاجات تانية بقى برضو طلعت ترند في 2024، وهي اغاني قديمه واتعمل لها ريميكسات حتى اتشهرت عالميا بره مصر، زي مثلا صبري قليل، زي في حاجات لعمرو دياب. بس انا عايز اختار حاجه من الحاجات اللي هي ما كانتش معروفه. يعني صبري قليل كده كده كانت معروفه وناجحه جدا ساعتها، مش هسمعها افتكر 2024 خالص. انما انا عايز الحاجات اللي نجحت السنه دي وما نجحتش وقت ما نزلت، زي مثلا لشيرين كلام عينيه. كلام عينيه في الغرام احلى من الاغاني، كنت انا مندهش جدا ساعتها لما نزلت من سنين، وكانت عجباني وحاسسها غريبه ومختلفه ومحدش واخد باله منها خالص. في اغاني برضو لرامي صبري، لسه اغنيه من فتره قليله، اسكتي ليه، اسكتي ليه تخبي عن قلبي ليه، وقبلها عايزاني اقول بحبك طب بحبك تريرا. هختار كلام عينيه من الاخر.
جامده قوي، غريبه. ده وقتها ساعتها ما نجحتش، فتحس انها ايه يعني، كانت سابقه عصرها وجي وقتها دلوقتي. مع كلام عينيه هختار كمان اغنيه اللي هي في نور محياك، اغنيه لام كلثوم برضو تصدرت الترند في 2024، وعملت عنها فيديو وقلت ان هي لحنها في مقامات كتير، تقريبا 6 مقامات. فده انتصار كبير للمقامات والغنى الشرقي الاصيل، وان عندنا تراث كبير قديم ممكن ناخد منه، نغير التوزيع ونغير المزيكا يطلع منه حاجة عبقرية. يعني على قد ما هي قديمة، انتاج 1944، على قد ما تصدرها للترند في 2024 يبقى مثير للانتباه جدا. يبقى هتمنى له الخير وكلام عينيه وفي نور محياك، هم دول ال3 اغاني اللي مش انتاج 2024، بس هحطهم في البلاي ليست، حاسس ان انا اسمعهم افتكر ان دي 2024. بعد كده ندخل على التصريحات برضو المثيرة للجدل والانتباه، زي الحاجات في الاواخر، موضوع ويجز ورامي صبري، لما ويجز بيقول ردا على رامي، يعني بيقول له انت مش رقم 2، ده انت رقم 19، انت بعيد قوي. اكيد لا، يعني كلام ويجز هو اللي بعيد قوي، واضح ان ويجز مش متابع. رامي اقوى بكتير من اللي ويجز قاله. ممكن اقول رامي كان رقم 19 ده زمان من 10 سنين مثلا، انما دلوقتي لا طبعا. يعني اصلا رامي دلوقتي تاريخ، يعني رامي لو بطل دلوقتي فهو ما عنده تاريخ. ويجز اكيد لا، اكيد لو ويجز بطل دلوقتي هو من الصف الاول في الراب، بس لو بطل دلوقتي لا، تاريخه ناقص كتير، يعني ما فيهوش، لسه بدري عليه. والفكره كمان مش في كده، على قد ما الفكره انه انا ما اعرفش ويجز متضايق ليه. يعني ويجز لما تسمع تصريح ويجز تفتكر ان رامي صبري شتمه مثلا، فده بيرد عليه، تلاقي رامي صبري ما قالش حاجه، عادي قال انا هو بيعمل مزيكا حلوه بس انا ما بفهمش قوي الكلام. شايفه منطقي. انت لما تقول لي عامل ليه فازلوكا مان بالراب بفلوس شكشوكه وعامل الدنيا كما تاكل سوكا، هل انت يعني منطقي ان الكلام يبقى مش مفهوم؟ عادي يعني، مش شايف انه، يعني انا حاسس ان ويجز استقبل الكلام ده بالشخصيه بتاعت مغني الراب اللي هو اللي هيقول لي صباح الخير هدسه، واللي هو جري شكل. هو لا، ما تعمل الكلام ده مع زمايلك مطربين الراب، يعني هم هيردوا عليك وتردوا على بعض. ده جزء من اللي انتوا بتقدموه. انما رامي صبري ما ملوش في الكلام ده، بالعكس انا شايف رامي صبري هو اقوى مطرب السنه دي، لانه عمل حاجات صعبه. يعني ان هو يعمل البومين والاتنين حلوين ده صعب، ان هو كمان يظهر له اغاني قديمه تنجح دلوقتي وتكسر الدنيا زي الاغنيتين اللي انا قلتهم ده صعب. ان هو حتى في اللقاءات وفي التصريحات يبقى بيقول كلام موزون ومتماسك ومشرف، ده صعب. فعلى جميع المستويات والاصعده انا اشوف ان هو رامي رقم 1 السنه دي، عشان بس الناس ما تزعلش واللي يقول اصل عمرو دياب طب شيرين. كتاريخ اكيد عمرو دياب رقم 1 اخر 30 40 سنه، ما فيش نقاش في ده. انا بقول السنه دي فعادي يعني. ما برضو يمكن اكتر حد يعني رقم 1 في التصريحات المثيره للجدل والانتباه السنه دي اكيد الفنان عمرو مصطفى. انا عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده وقلت انه المشكله ان هو عامل زي اللي بيلعب على كذا جبهه، هو عايز يبقى الملحن رقم 1 والمطرب رقم 1 ويغير في الصناعه ويكتشف ناس جديده، عايز يعمل حاجات كتير قوي لوحده لانه خسر اغلب علاقاته في الوسط الفني. ده صعب قوي مع كمان التصريحات الكتير دي. طب هو هيعمل ايه ولا ايه؟ ويمكن اقوى تصريح قاله السنه دي مؤخرا اللي هو بقى صدمه للناس، اللي هو الفيديو اللي تم ترجمته على انه هو يعني بيتمنى لحد من الوسط ان هو يتوفى وساعتها هو هيفرح ويذبح احتفالا بده. هو طبعا طلع ورد وقال انا ما اقصدش والموضوع اتفهم غلط وكده، بس انا عندي وجهة نظر. ماشي الناس تزعل من عمرو مصطفى وما يصحش وما كذا، بس الصحفيين بقى اللي واقفين حواليه مش ملاحظ ان في حد زعلان منهم خالص ولا بيوجه لهم اي لوم، رغم انهم مسؤولين. انت تيجي تبص بيقعدوا يسخنوه لحد ما يقول الكلام ده، ولما بيحس انه قال حاجه غريبه فبيسيبهم ويمشي، فبيندهوه يقولوا تعالى بس كمل التصريح، كمل انت كنت بتقول ايه، ما تسيبناش وبتاع. فده معناه ان هم بالنسبه لي في مثل مصري قديم اللي هو بيقول لك ما شتمك الا اللي بلغك. عايز يقول لك يعني ان اللي بلغك مسؤول عن الكلام اللي اتقال.
فانا بحس ان في، مش كل الصحفيين طبعا، بس في صحفيين كتير بيبقوا مسؤولين جدا عن وصول التصريحات دي لينا. بالعكس بيبقوا مسؤولين حتى ان لو التصريحات مش مقصود بيها ده يترجموها ويحطوا عليها عناوين ومونتاج ان هي توصل لك غلط عشان انت تظن ان هو يقصد كذا او مش كذا. فحتى لو الناس زعلانه من عمرو مصطفى، برضو في بعض الصحفيين بيبقوا مسؤولين عن ده. مش معنى ان دي اكتر حاجه هتجيب جدل وترند وكده يبقى انا اشجع ان يبقى ده اللي بيظهر، يبقى ده المنتج اللي انا بقدمه للجمهور. برضو من الحاجات المثيره للجدل السنه دي هو تو ليت، الفنان المقنع. وانا كنت عايز احط في البلاي ليست اغنيه لتو ليت بس ما قدرتش، يعني حسيت الاغاني سواء مشاهداتها او تفاعل الناس معاها او الاغنيه نفسها مش قد كده. يعني حاسس انه نجاح تو ليت هو قائم على ان هو مخبي وشه. ودي حاجه برضو بالنسبه لي غريبه، يعني انا مش فاهم ايه ويمكن عشان هي غريبه ده اللي خلاها تبقى مثيره للجدل وتعمل شهره. بس انا لما اتفرج على الكليبات اللي هو عاملها وبيقعد يغني ويعمل رياكشنات بوشه وهو وشه متغطي، بالنسبه لي الموضوع بيبقى مشوه لاقصى درجه، خصوصا لما بيقعد بقى مع حبيبته وهي كمان مقنعه. انت المفروض الواحد لما يجي يقعد مع حبيبته يبقى عايز يشوفها وهي تشوفه. فده بالنسبه لي شيء غامض وغريب. ممكن ده اللي يكون نجح الموضوع عشان حاجه الناس اول مره تشوفها، بس لو هو عايز يكمل ويعمل تاريخ غنائي ويتنوع وكده اعتقد محتاج يفكس من الجو ده ويرجع بقى تاني. نبقى شايفين وشه، خصوصا بقى ان بيبدا بقى يحصل حاجات بقى استظراف. تلاقي بقى مثلا كل شويه مطعم او كافيه يجيب لك واحد مقنع ويقول لك ايه ده تو ليت. طب انت تحلها لي بقى، تتاكد اثبت لي بقى هو ولا مش هو. طيب في خلاف كمان اللي هو خلاف مين صوت مصر، شيرين ولا انغام؟ نجوم كبار طبعا، بس الخلاف كبر قوي وطول السنه احنا عايشين في القصه دي. ما تعرفش بقى مين اللي مين اللي اخترع اصلا القصه دي. ولكن انا فاكر ان عملت فيديو، مش فاكر قلت ايه برضو فيه، بس اللي انا اعرفه دلوقتي ان بما ان في خلاف لهذه الدرجه، نص الناس شايفه شيرين ونص الناس شايفه انغام، فده معناه ان ولا واحده فيهم. لانه صوت مصر المفروض ما يبقاش عليها الخلاف ده كله. ايام ام كلثوم لو كنا قلنا عليها ساعتها صوت مصر ما كانش عادي. ما هي لوحدها بعيد كوكب الشرق كده في حته لوحدها، ما فيش ايه مطربه تانية بتنافسها اصلا. انما شيرين وانغام الاتنين مع بعض ممكن يبقوا اصوات مصر، وضيف ليهم بقى امل ماهر، ضيف زي ما انت عايز. اخر حاجه بقى في يعني قلت افضل مطرب انا شايف رامي صبري. افضل شاعر انا اعتقد هو تامر حسين، لانه بيعمل حاجه هي الاصعب، انه بيعمل اغاني كتير قوي كلها حلوه ومتنوعه جدا. فانا ما اعرفش ده حتى نفس الكونسبت بتاع رامي صبري، انه عامل البومين وفي اغاني نجحت ليه قديمه، يعني موجود كتير قوي. تامر حسين نفس الكلام. عزيز الشافعي كملحن نفس الكلام، برضو عامل اغاني منتج. انا بستغرب اللي بيقدر ينتج كتير لان ده فن وابداع ومحتاج فكر معين وطقوس معينه. انما لما حد يبقى قادر ينتج الكم ده، بالنسبه لي وصل معادله ناجحه قوي ما بين الموهبه والاجتهاد، وان هو يشتغل كتير ويقدر يستغلها مظبوط. كموزع موسيقي مش عارف، ما اعرفش، مش عارف مين اكتر موزع يبقى زي عزيز الشافعي كده بيعمل اغاني كتير متنوعه وكلها حلو. مش حاسس ان انا اخدت بالي من في مزيكا معينه مبهره اقدر اقول وشفت اسم اتكرر كتير فاقدر اقول انه افضل موزع. ما اعرفش، ممكن اكون انا مش متابع، انتوا قولوا لي رايكم. عايز بقى اقول اقوى تراك انا سمعته في 2024 هي اغنيه قديمه اتعمل لها ريميكس. في مغني قديم جدا اسمه ري تشارلز. ده راجل مشهور ان هو اكتر حد نشر اغاني السول. طب ايه السول ده؟ السول ده اللي هو كان عبارة عن ميكس ما بين تقريبا يعني R&B وفي نفس الوقت جوسبل. جوسبل دي اللي هي مزيكا دينية انجيلية في امريكا بقى زمان، وR&B طبعا مزيكا مدنية او علمانية. فكان زي ميكس كده. السول ميوزك دي هي ميكس ما بين الغنى العلماني والغنى الديني، فده يعمل ميكس عكس بعضه يعني. فمزيكا يعني كسرت الدنيا، ومن اكتر الناس اللي نشروها هو ري تشارلز. اشهر اغنية ليه ممكن ما تبقاش اشهر بس هي متهيألي هي الاقوى، يعني معروفة او اسمها هيت ذا رود جاك. فالاغنيه دي يعني كسرت الدنيا. في طبعا خلاف، في ناس تقول هي سول، في ناس تقول هي R&B. ما هو السول جواه R&B، في ناس تقول ان هي جاز او بلوز. يعني في جميع الاحوال انا اقول ان هي R&B. وعشان كده من هنا بقى
الابداع حصل ان اتعمل لها ريميكس السنه دي مع اغنيه هيب هوب، هي اشهر اغنيه هيب هوب في التاريخ ل 50 سنت اللي هي ان ذا كلاب. فالاختراع ليه بالنسبه لي مثير للانتباه؟ لان يقال ان الهيب هوب هو اصلا اصدار حديث من الار ام بي والجاز والبلوز، قعدوا يتطوروا لحد ما وصلوا للهيب هوب. فانت كانك جبت اشهر اغنيه كلاسيكيه ار ام بي اللي هي هيت ذا رود جاك مع اشهر اغنيه حديثه هيب هوب اللي هي ان ذا كلاب، وعملت لهم ميكس او ريميكس مع بعض، فطلع طلع الريميكس ده. بالنسبه لي عبقري، هي اقوى حاجه سمعتها في 2024، فاكيد هتبقى موجوده برضو في البلاي ليست بتاعت 2024، تبقى اللي بتمثل جزء الهيب هوب في البلاي ليست. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.